النهاردة هقولك على سر تدبير حاجة مهمة جدا في البيت. السمنة البلدي، كلنا عارف يعني ايه سمنة بلدي وسعرها عالي ازاي الأيام دي، ومش دايما هتلاقي الأصلي منها. أنا هقولك هتعملي الكمية دي كلها، دول حوالي 5 أو 6 أرطال من السمنة البلدي، من غير ما تكلف جنيه واحد. عايزة تعرفي ازاي؟ عايزة تدبري أمورك وتوفري وتملي بيتك بالخير زي كده؟ اتفرجي على الفيديو للآخر وانتي هتعرفي فكرة، ولو مشيتي بيها يعني أضمنلك ان ممكن كمان تبيعي منها وتخليها مشروع. النهاردة بإذن الله كده هقول لكم على كل التفاصيل والتركات، ازاي هخلي سمنة بلدي عندي في البيت، سمنة بلدي صافي، سمنة بلدي أصل زي ما انتوا شايفين، كمية وفيرة. يعني هتطبخي بيها، هتعملي حلويات بيها، هتعملي بيض بالسمنة، هتعملي فول بالسمنة. اي حاجة محتاجة سمنة بلدي، الحلويات اللي بتبقى ريحتها مفحفحة بالسمنة البلدي الاصل بتاعت زمان دلوقتي هتقدري تعمليه. ومش بس كده، هيبقى معاكي المرتة او الملوحة او المرجة على حسب ما يسموها ايه ببلدكم، اللي بتبقى طعمها رهيب. وهقول لكم انا كمان بستخدمها في ايه تاني برضو. قبل ما ندخل على الفيديو، سموا الله كده وصلوا على رسول الله، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عملتي الكمية الوفيرة دي ازاي، وازاي ببلاش، وازاي حاجة غالية زي كده هتكون متوفرة معاكي طول السنة ولا هتنقطع من بيتك أبدا أبدا. أنا أضمن لكم إن هيفضل معاكم طول السنة سمنة بلدي، ما هتتقطعش من البيت أبدا أبدا. بس اللي مشيتي على الخطوات دي ومن غير ما تتكلفي ولا جنيه، هتاكلي لبن، هتاكلي سمنة، هتاكلي جبنة، كل اللي يخطر في بالك ومن غير فلوس خالص. خليكم مركزين اني من غير فلوس خالص. وملكيش حجة، الحاجة دي اللي هتعملي منها السمنة البلدي موجودة في البيت، وعشان مخك ما يروحش بعيد، دي مش دهنة حيواني ولا اي شيء يخطر على بالك، ولا سمنه مهدرجه وهنقلبها سمنه بلدي ولا الكلام ده، ولا الخزعبلات دي ولا التخاريف دي، انا ما عنديش الكلام ده. سمنه بلدي يعني سمنه بلدي اصلي، سمنه بلدي جاموسي كمان، مش سمنه بلدي بجري ولا الكلام ده كله. اتبعوا الخطوات وهوريكم ازاي هتاخدوا احلى سمنه بلدي، زي ما انتوا شايفين كده، صافيه وحلوه وريجه وريحتها مفحفحة تجيب لك اخر الشارع. وزي ما قلت لكم وبأكد عليكم، دي سمنة بلدي، سمنة بلدي جاموسي بتاعت الفلاحين وبتاعت الصعيدة اللي على اصولها. ندخل ونسمي بسم الله. اللي معاكي ده، دي قشطة، دي قشطة بكونها او بجمعها بالشهر وبالشهرين لغاية يما اعمل 3 4 كيلو من القشطة. اللي هو وش اللبن، وش اللبن. طب هتقولي احنا هنشتري لبن بالغالي وانت مش عارفة سعر اللبن كام بدلوقتي وهنكلف وهنعمل. عايزة اقول لكم ان القشطة دي ما كلفتنيش حتى ربع جنيه. ازاي؟ هقول لك يا ست ازاي. طبعا كلنا عندنا اطفال، كلنا بنشتري لبن يوميا، كلنا بنشتري لبن حتى يوم ويوم كل اسبوع. المهم كمية اللبن اللي انت هتشتريها تكوني جايباها من حد موثوق منه، يكون جاموسي اصلي، مش مغشوش عليه لبن ميه، ولا حاططلك عليه لبن بودرة، ولا خلطولك على لبن بجري. المهم ان انت تكوني متأكدة 100% اللي انت جايبة منه اللبن ده حد يكون عنده مواشي واللبن بتاعه مضمون واصلي. تغلي اللبن من بالليل زي الشطورة او تغلي الصبح على حسب ما انتوا بتشربوا اللبن في اي وقت. انا عن نفسي بجيب اللبن كده مع المغرب من عند واحدة جارتي كده عندها مواشي، عندها جاموس بمعنى اصح، وباخد اللبن بغليه. انا بجيب بال2 كيلو او بال3 كيلو على بعض، يقعد معايا يومين 3 4 5 على حسب ما يعني هستهلك كام لبن. وبعد قبل ما يخلص كده وخلاص فضل فيه شوية صغيرين، ببعت اجيب تاني. يعني بمعنى اصح حلبة كده من الجاموسة. بعمل ايه؟ بغليها كلها مرة واحدة في الحلة. تمام. بعد كده اللبن بعد ما يغلي ويهدى بحطه في التلاجة، تاني يوم بيعمل لي طبقة قشطة أو وش لبن، يعني طبقة سميكة. قبل ما أي حد يجرب على اللبن بروح لك ماسكة الوش ده، بلمه كله وأحطه في علبة تلاجة أو في بلاستيكة كبيرة زي كده. بس أهم حاجة يكون علبة التلاجة عشان كلها غطا، عشان ما تكرفش القشطة من ريحة أي أكل، حاطة توم، حاطة بصل، حاطة اللي حاطاه في الفريزر ما تكرفش أو ما تاخدش من ريحة الحاجة اللي حواليه. بعد كده يا ستي جمعيهم
عملتي كيلو ومحتاجة كيلو واحد بس من السمنة براحتك، عملتي 10 كيلو براحتك، عملتي إن شاء الله حتى 1000 كيلو من القشطة براحتك. تكونيهم ووقت ما تعوزيهم تطلعي القشطة تفك، وبعد ما تفك تجيبيها في حاجة واسعة زي كده. أنا جبت كده بلاستيكية كده واسعة أو كروانة كده واسعة، وبدأت إيه، مش هينفع طبعا فيها لا مضرب كهربائي ولا خلاط ولا عجان ولا الكلام ده كله خالص، مش هينفع يا ستي غير إن انت تعمليها بإيدك. باخد بإيدي بلف فيها وأفضل ألف وأعجن وأشيل وأحط فيها بإيدي لغاية وأقعد ألف 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 فيها. هتتعبي شوية بس النتيجة بصراحة مفرحة يعني. بصوا أنا بوريكم انتوا شايفينها كده عاملة زي الكريمة. أنا خدت قطعة كده منها وفضلت أدعك فيها كده ما بين إيديا لحد ما بصوا كونت زبدة ونطرت اللبن منها خالص. الحكاية دي هتعمليها في كمية القشطة اللي معاكي كلها، هتفضلي تلفي فيها وتعجني فيها لحد ما تتكون معاكي زبدة زي ما انتوا شايفين بيضة وزي الفل بالشكل ده. يعني بالله عليكي لو اشتريتي سمنة بلدي من أي مكان كان وقالك ده مضمونة ومش عارفة، هتكوني ضمناها زي اللي انتي عاملاها بإيدك؟ طبعا مستحيل. اللي بتكوني عاملاها بإيدك حاجة تانية خالص خالص. فضلت ألف ألف فيها لغاية ما بدأت تتجل ورملت معايا. بصوا عملت زي حبيبات الرملة كده. دي خلاص جربت كده ايه نخلص فيها. بصوا جمدت وعملت زي حبيبات الرملة كده، وشوية بشوية هتطلع اللبن منها. يعني الزبدة هتفصل وتجمد كده وتمسك في بعضها، وكل ما أعجن فيها بالشكل ده هتنطر اللبن الزيادة منها. اوعي تقولي احنا كده خلصنا ونروح نحطها على النار، هتطلع لك كمية سمنة قليلة وكمية اللي هي الملوحة او المرتة او المرجة او زي ما يكون اسمها ايه عندكم كتير. فضلت اعجن فيها. بص وصلت لحد فين، طلعت كمية اللبن ده. ما تستغربوش، هي لازم تطلع كمية اللبن ده. اللبن ده اللي بيطلع منها اوعي اوعي تفكري ترميه، لا ده احنا هنستغله احسن واحلى استغلال. تعملي منه جرس طرية، تعملي منه آه عيش، تعملي منه معجنات، ماشي معاكي في كل حاجة. هيديلك طعم ونكهة للمعجنات يعني ما اقولكمش خطيرة خطيرة. تفضلي تعجني وتاخدي وتدي فيها كده لغاية يما الزبدة خلاص تمسك خلاص معاكي. ومش بس كده، همسكها واكورها وبين ايديا هعصر فيها عشان تطلع لي كمية اللبن. خلاص بصوا طلعت كمية لبن قد ايه، والزبدة بصوا فصلت وبقت كده كتل لوحديها. اللبن ده انا هصفيه واعينه علشان اعمل منه معجنات، او ممكن اعمل منه إيه يعني تستخدميه يعني اللي عارف الحامض بتاع اللبن اللي بنعمل منه الكشك، ممكن تعملي منه كشك بحامض. ممكن تحطي عليه سكر، وفي ناس بتاكله كده وبتحبه كده. اللي انتوا شايفينه ده يعني مفيد جدا بالذات للمعدة، بالناس اللي بتعاني من الألم في القولون ومعدتها بتوجعها. لو خدت منه ده على معلقة سكر، وفي ناس كمان بتفتي فيه العيش اللي هو الشمس بتاعنا وبتاكله. الناس بتاعت زمان دي اللي هتتفرج على الفيديو وهتسمع كلامي وتقول لي هو يعني فاكرين حتة ان جدتنا زمان كانت تمسك الحامض ده او اللبن الخض اللي بيطلع وكانت تحط عليه سكر، وكانت تحط عليه عيش مفتوت، عيش شمسي مفتوت، وكانوا جدودنا زمان بيدوهولنا ناكلوه كان طعمه رهيب. وكان الكبار والصغيرين بياكلوه كان ليه طعم وكان ليه يعني مذاق تاني خالص خالص. عينته انا في التلاجة يعني ممكن تزودي منه. لو عندك بلاص جبنة قديمة او بلاص مش تزودي بيه منه، تزوديه ملح وتحطيه في البلاص. او ممكن تحاجيه كويس بملح وشطة وتوابل وتسلقي فلفل سلقة خفيفة وتحطي فيها، يبقالك ايه كأني عملتي فلفل بمش ابيض. ده بيبقى طعمه رهيب جدا. ان شاء الله باذن الله لو عملته كده هبقى اوريهولكم ازاي تعمليه، وهتعشى كمان في الفلفل غير كل المخللات اللي انت كلتيها قبل كده خالص، اللي هو الفلفل بالمش الابيض اللي هو بالحمض ده او باللبن الخض اللي طلعناه. حطينا الزبده بتاعتنا كل الكميه في حله ألمونيوم مش استانلس عشان ما تشطش منك، عشان ما يجرالهاش حاجه. وعلى نار هاديه خالص ونسيبه على النار كده
ونقلب فيه، يعني ما تتوهش ولا تروحي من هنا ولا من هنا وتقولي هيسيح على النار وهسيبه لغاية ما يخلص وابقى ارجع له، لا اوعي. عايزة تغسلي مواعين جنبه وكل شوية تقلبي فيه اعملي، انا عملت كده. عايزة تحضري اكل جنبيه وانتي برضو بتقلبي برضو اعملي زي ما بقولك. بص الوش اللي من فوق ده انا خدت حتة منه كده في طبق واديتها لجوزي كلها بعيش شمسي، كان بيقول لي احلى اكلة، يعني من ايام المرحومة وامه، ما كلهاش من زمان، من فترة طويلة، يعني رجعته لذكريات. بصوا بعد ما خلاص الوش اللي كان من فوق ده اللي حكيت لكم عنه اللي انا اكلت منه جوزي، هو صحي جدا، دي سمنة، سمنة وفيها نسبة المرتة بس ايه خفيفة شوية، كانتش لسه استوت. السمنة بتاعتنا صفيت خالص، والمرتة بقت من تحت، بقت نسبة قليلة خالص من المرتة والباقي سمنة. استنيت عليها هديت خالص عشان ما تلسعنيش وما تدلوكش مني وكده، وحطيتها في العمود ده. العمود ده بيشيل حوالي 12 15 لتر من او رطل من السمنة. انا حطيت فيه يعني عدى النص بشوية سمنة زي ما انتوا شايفين كده. يعني تخيلي السمنة تفضل معاكي طول السنة، طول السنة هيكون عندك سمنة بلدي، حابة تنكيها تنكهي بيها أي أكل براحتك، حابة تحطيها في حلويات بتدي طعم وريحة ونكهة تانية خالص للحلويات. كل اللي طالع أو متربي على السمنة البلدي هيعرف معنى كلامي. يعني إيه سمنة بلدي؟ يعني إيه سمنة بلدي أصل اللي ترم العظم. مش فاكرين لما كانت الناس تقول لا ده فلان ده شديد، ده ما يجيلوش المرض، ده صحته كويسة، ده طالع على السمنة البلدي. هي دي السمنة البلدي اللي الناس الكبيرة دي أجدادنا زمان طلع عليها وكانت صحتهم زي الفل. السمنة دي صحية جدا 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 فوق ما تتصوروا. كل اللي هياكل منها ويشم ريحتها، يعني أنا وبسيح السمنة دي ريحتها جايبة لآخر الشارع، عارفين إن في البيت ده حد بيسيح سمنة بلدي. تمام. المرتة طبعا أنا حطيتها في التلاجة بعد ما صفيتها كده، وبعينها في الفريزر عشان ما يجرالهاش حاجة. بصوا يعني انا مش بصفيها على الاخر، فيها نسبة سمنة كتير برضو. انا بعمل تركاية في اللحمة المفرومة المعصجة، بحط عليها معلقتين من المرتة دي، بتودي لي اللحمة المتعصجة في حتة تانية خالص خالص خالص. طبعا انا حاطة نسبة ملح خفيف في السمنة، فلما هضيف من المرتة دي على اللحمة المعصجة مش هتملحها ولا حاجة خالص. بص السمنة حلوة ازاي، انا من يوم تسيح السمنة بكون فرحانة جدا وبحس ان انا مليت بيتي خير. واي ست شاطرة لازم تفكر كده وتدبر كده لجوزها واولادها، تاكلهم حاجة صحية وفي نفس الوقت ما تكلفش جوزها وما ترهقش ميزانية بيتها وما تكلفش جوزها فوق طاقته، وتقول له انا عايزة سمنة بلدي، طب رطل السمنة بكذا. يعني رطل السمنة وصل عندنا هنا في الصعيد ل170 و180، وكل اللي سمنتها حلوة بتتشرط على كيفها تبيعها بالسعر اللي هي عايزاه. تخيلي لما انت تعمليها كده في بيتك ما كلفتكيش جنيه واحد، مليتي بيتك خير وعمرتي بيتك واكلتي ولادك حاجة صحية. يعني بتأسسيهم على السمنة البلد الصح الأصلية. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم وأفدتكم بيه.